السلامة ومرحبا بكم في ليديليس دوسومة. اليوم باش نشوف مع بعضنا غصة مرقة عدس باللحم، كلها بنة والكلها منفعة. عملت معاها خبز تركي تري شوش ساهل. الغصة نتاع الخبز التركي تلقاها في الانستغرام تاعي باش نهبطها على قريب. وتوا نشوفوا غصة مرقة العدس. اول حاجة نقليو البصلة نتاعنا في شوية زيت ونزيدوه ثوم وشوية ملح ونص مغرفة معبية طماطم، ومن بعد نزيدوه اللحم ونفوحوه بشوية هريسة، شوية فلفل مهروش باش يعطينا كتوة زويزة، شوية فلفل زينة، شوية تابل وكروية وشوية فلفل أكحل. نحرك كل شيء ونخليها تتقلى سلة. من بعد ما تتقلى نزيدوها الماء عينكم يزينكم. نتوما كمية اللحم قداش تستحق ماء الطياب. بالنسبة للعدس عملت كيس صغير ونص، هو كان مش طيبها من غير اللحم. على الكيس ونص عدس تستحق 2 كيسين ماء. كما قلت لكم كان باللحم عينكم يزيكم. انا كل في كل حط 4 كيسين. دونك زدت الماء وقعدت ساعة نتفقد فيها تستحق شي نزيدها ماء، وخيتها تطيب سلة على نار هادية لين طابت وقرت الزيت نتاعها. سيء مرقة العدس نتاعنا حضرت، جات بنينة سورتو كلها منفعة. كما قلت لكم عملت معها الخبز التركي المعروف. خبز التركي هذا سبيسيالمون في رمضان، خفيف وسهل وما يستحقش عجنين. على قريب باش تلقاو الوصفات نتاعو على الانستغرام، دونك اشتركوا في الانستغرام ونتقابل ان شاء الله في وصفة جديدة وبنة جديدة. على بروشين.